هلا ثمانية وأهلا أهلا يا أصدقاء. حاليا المفروض إنه الدراسة بدأت، بس أنا ما جهزتش للدراسة، والمفروض إنه دي آخر سنة ليا في الجامعة وآخر سنة ليا كمان في المدينة الجامعية، فعايزة أعمل جلو أب، عايزة أعمل حاجات كتير قوي، عايزة تخطيط بقى، عايزة أدخل كده وأنا ليا عارفين كده اللي هو نفسي مفتوحة ومش عارفة بجد أدخل نفسي مفتوحة بالحالات اللي تحت عيني دي إزاي، نفسية أندر زيرو، بس إحنا بنحاول نتعايش ونتأقلم. كوباية شاي بلبن هتظبط كل حاجة. المهم جهزت التو دو ليست، وعايزة أعمل جورنال مع كوباية الشاي بتاعتي علشان نظبط بجد 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 الدراسة دي، يعني آخر سنة، فالواحد عايزها تبقى سنة كده مميزة، يعمل فيها حاجات حلوة، يخرج أكتر، يعمل حاجات كتير يعني. المهم عايزة أتفائل إن شاء الله إن شاء الله. هجهز معاكم وهوريكم السبلايز هوريكم السبلايز بتاع الجامعة، سواء الكتب والكشاكيل، وكمان الحاجات اللي أنا جبتها سكين كير، جبت حاجات سكين كير، أنا مبسوطة الحمد لله إن أنا قدرت أجيب الحاجات دي. نعمل مع بعض تو دو ليست للحاجات اللي إحنا هنعملها النهاردة علشان نبقى جاهزين لأول يوم دراسة اللي هو بكرة. اوكي، اول حاجه عايزه اعملها في الجلو اب لاول يوم دراسه في اخر سنه جامعيه لي، اول حاجه بجد بجد انا مشتاقه ان انا اعملها، وهو ان انا هكتب رساله لنفسي، عشان بجد بجد مشتاقه ان انا اتكلم مع نفسي، بقالي كتير ما كتبتش. اي نعم بعمل جورنال، بعمل يعني بعمل شويه افكار مع نفسي اللي هو بفكر نفسي بحاجات، بس حابه ان انا عايزه اكتب رساله طويله عريضه عشان اقراها السنه الجايه. دي غير الرسالة اللي أنا هكتبها في يوم ميلادي إن شاء الله، اللي هو الشهر الجاي، اللي هو خلاص على وشك. فاستنوا الشهر الجاي عشان بجد فيه حاجات حلوة أوي 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 إن شاء الله نعملها سوا. يعني تاني حاجة أنا المفروض أعمل جورنال دلوقتي، فهعمل جورنال عشان أنا محتاجة أعيد حساباتي وأجهز شوية حاجات حلوة، ونعمل مع بعض سكين كير وغير إذا عرفت يعني. بس المهم إن أنا إن شاء الله هعمل سكين كير روتين. أنا محتاجة أفضي مساحة التليفون وامسح الحاجات اللي انا مش عايزاها، في حاجات حرفيا، في حاجات ذكرى وفي حاجات بجد مخزنه، يعني مش عارفه انا بعمل بيها ايه، فانا محتاجه افضي مساحه للفون. طيب هو المفروض ان دي الحاجات اللي انا كتبتها، الحمد لله حبه صغنطتين، بس حاسه ان انا كان في حاجات كتير قوي في دماغي عايز اعملها، بس انا دلوقتي مش فاكره، مش عارفه ليه مش فاكره. لو اعتمدت على مزاجك بشكل ما فلن تحقق شيئا في هذه الدنيا. وكم من واحد صاحب موهبة وما بينتجش حاجة إلا لما يكون مزاجه رايق، ومع الوقت بتلاقي إن إنتاجه ده نضب وما عادش بينتج حاجة بسبب اعتماده على المزاج. وكم من واحد عنده نصف موهبة أو حتى ما عندوش موهبة خالص، ولكن مع الاستمرارية في الإنتاج الموضوع بدأ يتطور جدا وبدأ يوصل لمراحل أعلى بكتير من الشخص الأولاني. فنصف الموهوب المثابر أفضل من الموهوب المتخاذل. دلوقتي انا كتبت رساله لنفسي. مهندس احمد ابو زيد لما كنت تقريبا اتفرجت على فيديو ليه كان بيقول لما تيجوا تكتبوا افكاركم او تفرغوا مشاعركم كده،
ما تفكروش في الكلام اللي هتكتبوه، انتوا مجرد بس خلوا القلم يكتب. وهو فعلا بجد انا قعدت خليت القلم يكتب يكتب يكتب، اي فكرة اي كلام يجي في دماغي كتبته. وبجد انا مبسوطة ان انا كتبت رسالة لنفسي، لانه بجد مفيش حد في الكون، لا ربنا سبحانه وتعالى يعني هيقدر يفهمكم اكتر من نفسكم. ف... فانا مبسوطة ان الحمد لله في وعي، في شوية نضج، ان انا قادرة افهم نفسي اكتر، وافهم انا عايزة ايه ومش عايزة ايه، الحاجات اللي المفروض اهتم بيها، الحاجات اللي المفروض اكنسلها. فدي حاجة، دي نعمة كبيرة على فكرة بجد. انا مكنتش لاقيها زمان، مكنتش لاقيها زمان خالص. فدلوقتي لما انا لقيتها فبجد الحمد لله يعني، ربنا بينعم علينا بنعم حلوة يعني بجد الحمد لله. هعمل دلوقتي جورنال عشان الأيام الأخيرة في شهر 9 محتاج إن أنا أظبطها يعني. وبعد كده هوريكم الحاجات اللي أنا جبتها الجامعة، حاجات جديدة سكين كير، وكمان الكشاكيل بتاعة الجامعة. بس كنت عايزة أوريكم الكشاكيل وأنا في المدينة الصراحة يعني، مش عارفة، بس ممكن أوريها لكم، ممكن لأ، مش عارفة. بس مش عارفة بجد. نعمل علامة صح هنا عشان أمشي بسرعة. مع كده بقى هنعمل جورنال دلوقتي، يلا بينا. قررنا نتغير، وبعد اسبوعين ثلاثه رجعنا لبعض العادات السيئه. جدد توبتك، جدد تغييرك، ما في مشكله. فان استمريت فانت بطل، وان توقفت فانت بشر. لا تجلد ذاتك. وانا في رحله كفاح مع ذاتي ليلا ونهارا. ما خلصنا، عايزة اوريكم الحاجات اللي انا جبتها بتاعت السكين كير للجامعة. الحاجة جبتها، الصندوق بتاعي خلص فجبت اللي هو ده كولاجرا. بصوا قد ايه منم قوي، منم على سعره الصراحة، بس يعني يا ربي يقعد معانا فترة. المهم جبت ده، جبت كمان المرطب ده، تحفة 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 الصراحة، اسمه بلانكي. ريحة عاملة زي بيبي كده، اللي هو ريحته حلوة، ريحته تحسي ان انتي حاجة جميلة كده، انتي حاجة جميلة بجد. وكبير، ويعني مناسب يعني على سعره يعني. وجايباه عشان يبقى للوش وللجسم في نفس الوقت، عشان انا بدور على مرطب للوش. كان في شان بس انا كنت عايزه اجيب حاجه غير شان يعني، انا ما جربتش الشان بس كنت حاسه ان انا عايزه اجيب حاجه تانية غيره. جبت ده يعني لانه يعني سعره حلو مقارنه بحجمه يعني، وبجد تحفه. انا لما جربته حسيت ان انا مبسوطه، ما دام انا جربته حسيت ان انا مبسوطه يبقى حلال في الفلوس اللي انا دفعتها. جبت كمان ده. جماعة أنا ده قرار عمري في حياتي، ممكن قرارات كتير خدتها وندمانة عليها، بس ده أنا مش ندمانة عليه. ده تحفة، ده ريحة تحفة، ترطيب تحفة، كل حاجة في الدنيا تحفة. ده بيخليني كده طالعة من الشاور. هو ده شامبو بجوز الهند، وإيفا بجد عاملة السنة دي يعني حاجات تحفة التحافة، مفيش أتحف من كده أقسم بالله. ده إن شاء الله هجيب منه الكونديشنر بتاعه نفس النوع، بحيث إن انتي طالعة تبقى اللي هو الريحة دبل، بجد تحفة. ده عايزة أكله، مش عايزة أحطه على شعري، ده عايزة أكله، ده عايزة أكله بجد تحفة. هاتوه بجد بجد مش هتندموا. وده كمان تحفة. ده أنا لسه لحد الآن ما جربتوش الصراحة، بس هو أصلا مستخسرة أجربه الصراحة يا جماعة. بصوا يعني إيدي أكبر منه، والله العظيم إيدي أكبر منه. ف فالصراحة ده لسه ما جربتوش. لو عارفين صن بلوك كويس، انا محتاجة صن بلوك كويس يعني، ده لسه ما جربتوش، لسه جربه اقول لكم عليه يعني. بس لو عارفين صن بلوك كويس وجربتوه فقولوا لي يعني، محتاجة استفاد الصراحة. جبنا ايه تاني؟ جبنا التحافة دي، ده شاور جيل مود، ده ريحة فواكه، ريحته كده، هو محطوط كده الريحة طالعة. فما بالكم بقى لما تاخدوا شاور بيه، بجد تحفة. ده وده قرار لن أندم عليهم إن أنا جبتهم، وهجيبهم تاني وهكررهم تاني بجد تحفة. حاسة إن أنا يعني عايزة كلهم والله. ريحته ده حلوة أوي، كنت ممكن أجيب اللي هو لونه بينك، بس حاسة إن أنا عايزة أبقى ريحة شوجري كده، اللي هو لأ، ده حلو أوي الصراحة، فده أنا حبيته. جبت كمان البتاع ده ترندي أوي، اللي هو ده، اللي هو سكراب السكر ده برضو تحسوا ان انتوا عايزين تاكلوه يعني. ريحته فراولة بكاندي كده، بحاجات سويت كده، بس هو حلو يعني. يعني هو انا جربت واحدة كده
مش عارفه عشان أنا مش عارفه اجربها ولا ايه، بس يعني هو كان حلو الصراحه، يعني كنت حاسه ان فيه لمسه لطيفه جميل جدا وريحته حلوه، فيعني احنا اهم حاجه الريحه يعني، مش عارفه، بس هو حلو يعني، انا جربته حلو. بس ممكن يبقى فيه احلى يعني هو واخد ترند واسع قوي وفايرال قوي، بس انا قلت ليه ما جربوش الصراحه، عارفين اللي هو ايه، اشمعنى انا يعني ما اجربوه وانا كمان. فانا جربته وهو يعني مش وحش ومش حلو، عادي، بس في احلى، فاهمين؟ في احلى يعني كريحه حلو، بس في احلى اللي هو النتيجه بتاعته حلوه للجسم، فاهمين؟ بس يعني فحلو يعني مش اخر حاجه جبتها وهو الماسك ده والشيت ماسك ده. بصوا يا جماعه انا ركزت هنا وصاحبتي قالت لي ان هو كوري فانا جبته، مش عارفه مكتوب فين ميدن كوريا، بس هو بقى كله الكلام كله كوري اهو، فكوري يبقى كوري يبقى لازم اجيبه. فحسيت ان انا محتاجه يعني اعمل لوشي كده ترطيب، فجبته. ولسه مجربتوش بس هجربه ان شاء الله، ان شاء الله ممكن اجربه النهارده بالليل، فهجربه واقول لكم رايي فيه. بس هو يعني الباكجينج حلو يا جماعه ومكتوب عليه كوري، فاكيد خلاص خلاص مش هنتكلم. فهي دي الحاجات اللي انا جبتها دي الجامعة عشان نستعد كويس أوي. لو انتم مجربين حاجة من دول قولولي نتشارك الآراء سوا. بس بجد الصراحة أنا مش ندمانة بجد بجد إن أنا جبت الحاجات دي. ده لسه أنا مجربتوش الصن بلوك ده، لسه مجربتوش، بس إن شاء الله إن شاء الله ما ندمش، عشان بجد لما بندم بجلد ذاتي جلد فظيع. فعارفين إن انتوا لما بتجيبوا حاجة لنفسكوا كده بتحسوا إن انتوا مبسوطين ومرتاحين وحاجة جميلة كده. بس بقى أنا مبسوطة الحمد لله. فهي دي الحاجات اللي أنا جبتها للجامعة، وإن شاء الله تبقى حاجة كويسة. طيب هي دي الحاجة اللي أنا جبتها لي سكين كير، بجد مبسوطة أوي والله العظيم. الحمد لله الحمد لله إن ربنا أتاح لي الفرصة عشان أجيب الحاجات دي. في حاجات كتير أوي ناقصاني لسه ما جبتهاش، بس إن شاء الله إن شاء الله ربنا يوعدني بفلوس يا رب ويجيبها. الحاجة الصراحة غالية يعني، بس ريحته تحفة، بس انتوا عايزين تشربوه تاكلوه تبلعوه تعملوا فيه أي حاجة، لكن الحمد لله. طيب أنا محتاجة إن أنا خلاص عايزة بقى أكمل باقي التودو ليست بتاعتي، ممكن عايزة أفضي مساحة، وعايزة المفروض برضو أمنتج الفيديو ده، وبرضو عايزة أعمل السكين كير بالليل، عايزة أخد شاور، وعايزة أعمل أحط الشيت ماسك ده، عايزة أجربه. محتاجة كمان إن أنا أعمل أرتب الأوتفيت وأرتب الشنطة بتاعت بكرة، وهشوف هفطر هنا ولا هاخد معايا اللانش بوكس. فلو هاخد معايا اللانش بوكس هعمله معاكم، غير كده ممكن افطر في البيت وبعد كده انزل طول، بس محتاجه بقى اصحى الصبح بدري علشان افطر في البيت عشان الحق يعني. وبس كده، فتعالوا نجهز بقى مع بعض باقي الحاجات ونكمل التودو ليست بتاعتنا. الانسان لو مش هيبقى مبسوط بفنجان قهوه عمره ما هيبقى مبسوط لو عنده حتى يخت. يعني فكره ان انت تستخلص الانبساط او السعاده من الحاجه اللي انت بتمر بيها او من الوضع اللي انت فيه دلوقتي، دي مهاره واختيار.